بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. طبعا غبت عليكم من نوبادي برضو فتره طويله. مش عارفه انا مالي، مش عارفه انا فيا ايه. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده متصور بقاله فتره وبقاله مده، واقف برضو نفس القصه على المونتاج والتسجيل الصوت وكده. الحمد لله، نحمد ربنا على كل ما جايبه. وحشتوني كتير كتير. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. احلى اخوات في الدنيا، ولا من وجودكم معايا ودعمكم ليا وتعليقاتكم الجميلة ودعواتكم الجميلة. اللهم امين يا رب العالمين. انتوا اخواتي وحبايبي، ووجودكم في قناتي، ووجودكم في كل فيديو بنزله ده على راسي من فوق. والله العظيم 3 يعني. بصوا، مش عايزه اقول لكم كل تعليق بيتكتب بيفرحني قد ايه. كل دعوه حلوه من قلبكم بتفرحني قد ايه. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. انتوا فعلا انتوا اللي بتشجعوني، وانتوا اللي بتحمسوني ان انا اكمل وتنيني واقفه على رجلي واستمر. مش عايزه اقول لكم من القناه ديت يعني عماله احارب عشان خاطر القناه دي تستمر والتنيها كده شغاله. قسما بالله انا لو بحارب اقول ايه يعني، لو بحارب في حرب دولية او حرب حقيقية يعني كده، من الحروب اللي احنا بنسمع عنها، ما كانش هيبقى زي الحرب اللي انا بحاربها ديت عشان خاطر القناة دي. يعني مش عارفش زي ما يكون ما فيش حد فاتح قناة غيري انا. فيلا الحمد لله. انا كل اللي مخليني ان انا متمسكة بيها ان انا فعلا اتعلقت بالقناه، واتعلقت باخواتي وحبايبي اللي بيخشوا لي ويشاهدوني. ما تحرمش منكم ابدا يا رب. انتوا فعلا اللي بتهونوا عليا. انا ببقى فرحانه ومبسوطه لما بشوف التعليقات. آه لما بشوف الفيديو بقول الحاجه ديت يعني على الاقل تكون ذكرى للواحد. الواحد مش ضامن يعني ايه اللي هيحصل بكره. الواحد لما بيجيب الفيديوهات دي ويرجع يتفرج عليها تاني او يعيدها تاني بيبقى فرحان ومبسوط. بيبقى فرحان هو بيشوف نفسه وعمل ايه. هل الحاجة اللي انا قدمتها ديت او الحاجة اللي انا صورتها دي فادت حد ولا لا، حد استفاد منها ولا لا. آه فالحمد لله الحمد لله. ادعولي كده ان انا افضل مستمرة في القناة وان انا تانيني مكملة. وربنا يقدرنا ويقدركم يا رب. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى العالم كله، مسلم ومسيحي. اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يقدرنا ونعمل كده زي ما بشوف الناس كده. انا لما بشوف في قنوات وفي ناس كتير بتعمل شنط رمضان، انا بصراحة شفته بقى. انا بغير في الحاجات دي، او يعني في عمل الخير ده انا بغير فيه يعني. ببقى عايزة بص يعني عايزة اقول لكم لو انا هندين، لو هجيب الحاجة دي بالتقسيط او هجيبها مثلا بالدين واعمل الحاجة دي. آه ربنا يقدرنا يا رب ونعملها، وربنا يكتبها لي واعملها. اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يجازي كل واحد على قد اللي بيعمله، وربنا يجازيكم كلكم خير، وربنا يكتب لكم الرزق والسعادة والهنا. اللهم امين يا رب العالمين. وكل واحد على قد ما قدرته. خرجت شنطة على قد ما قدرت، خرجت 2، خرجت 5، خرجت 10. احنا هنا عندنا يعني احنا عندنا هنا في بلدنا في ناس بتخرج شنط وفي ناس بتخرج فلوس. احنا من اللي بيخرجوا فلوس، لان في ناس بتبقى محتاجة الفلوس اكتر من الشنط. كشهر رمضان يعني في ناس بتبقى محتاجة الفلوس اكتر من الشنط. اللي هيجيب لبس لولاده، اللي عايزة تتسوق وتجيب طبخة لولادها كده يعني. فبصراحة هو أغلبية الشنط اللي الواحد بيشوفها في رمضان هي زيت وسكر ورز ومكرونات والحاجات دي. فأنا بصراحة عجبني قناة أنا متابعاها برضو، لقيتها غيرت الشنط ديت. غيرتها من ايه، من رز وسكر ومكرونة
وزيت والحاجات دي كلها لتسويقة بيت. شفتي بقى لما تنزلي السوق تجيبي مثلا كيلو لحمة او تجيبي فرخة وتجيبي خضار وفاكهة طبيخ لبيتك، هي حولت الشنطة بتاعت الزيت والسكر والرز للحمة وفاكهة، جميع انواع الفاكهة وجميع الخضار اللي هتطبخيه، يعني من بصل، اللهم صل على النبي، لبطاطس، لطماطم، لايه تاني، في حاجة كمان، ومكرونة ولحمة. والفاكهة كانت جايبة تفاح وجايبة برتقان وجايبة موز، حاجات نظيفة يعني وعالية بصراحة يعني. بس مش هي طبعا اللي عاملة الخير ده، الخير ده مبعت لها يعني واحدة متبرعة بيه ومكلفاها هي تعمله. فعجبتني الفكرة قوي يعني. المفروض الناس تغير، مش كله يعني حبوب وكده، مش كله يكون رز وزيت ومكرونة وسكر ونواشف وكده. لا، في حاجات فعلا هي بتقول ان هي نزلت السوق لقت السوق فاضي خالص والبياعين بتهش وتنش، البياعين بتوع الخضار والفاكهة بيهشوا وينشوا، مفيش حد عليهم خالص. معنى كده ان الناس محدش نزل يتسوق، الناس ما معهاش فلوس تنزل تتسوق. فهي يعني بعد ما كانت هتجيب زيت وسكر ورز ومكرونة والحاجات ديت، غيرت رأيها وقالت طب ما انا اجيب التسويقة اللي كل بيت بيسوقها. ممكن تكون في النهاردة مثلا السوق ويوم طبيخ او كده، والام دي ما معهاش ان هي تنزل تجيب فرخة لولادها او تجيب لهم كيلو لحمة او تجيب كيلو فاكهة، تجيب لهم كيلو خضار تطبخه لهم. فهي غيرت الشنط ديت، وهي هيها برضو شنط رمضان ونفس التكلفة ويمكن تكون اعلى كمان، غيرتها. فانا حبيت اقول لكم برضو الفكرة دي، عشان لو حد من اللي متابعيني بيفكر ان هو يعمل مثلا شنط رمضان او يعمل اللي انا بقول لكم عليه ده، ممكن يغير رأيه ويعمل زي اللي انا شفته. هي قناة برضو معروفة، واكيد كلكم عارفينها، بعض منكم يكون عارفها. ده مجرد يعني رأي انا قلت اقوله برضو، عشان خاطر اكيد في ناس كتير منكم بيعملوا الحاجة ديت، فقلت برضو اقول رأيي واقترحه عليكم، لان دي اهم حاجة برضو في البيت، الخضار والفاكهة. في اطفال بيبقوا محرومين من الفاكهة ديت، اهاليهم ما يكونش عندهم القدرة او الامكانيات ان هم يجيبوا لهم كيلو الفاكهة ده، وبيبقى الطفل مثلا زي ما هي ما قالت، بيبقى الطفل ماشي ورا امه في السوق ويبقى نفسه في التفاح، نفسه في الموز، يشاور عليه، بس هي ما معهاش وما عندهاش امكانيات ان هي تجيب الكيلو التفاح ده او كيلو الموز ده. فهي بصراحة ربنا يبارك فيها يا رب، وربنا يجعله في ميزان حسناتها هي وصاحبة الخير. جابت احلى حاجة وانضف حاجة بصراحة يعني. كان كله على عينك يا تاجر، كله بالصوت والصورة. فربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب. وكل واحد ربنا يجازيه خير في كل خير بيعمله وكل عمل خير بيعمله، وربنا يزيد الناس كلها يا رب من وسع، وربنا يوسع على الناس كلها، وربنا يجعله شهر الخير والبركة عليكم وعلينا وعلى العالم كله، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا كل ده بحكي، الوقت خدنا والوقت سرقنا، بحكي لكم في قصة، بس انا عجبني يعني الفكرة، فقلت ايه اقترحها عليكم برضو. كلنا بنستفيد من بعضنا يا جماعة، وكلنا بنفيد بعضنا. المهم ايه، انا بقى ايه اول الفيديو، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر لا إله إلا الله. المهم يا جماعة على السريع كده عشان ما اطولش عليكم، في اول الفيديو اللي كانت بترقص في المقطع الاولاني بتاع الفيديو دي همسة بنت اخويا، اكيد الاغلبية فيكم عارفينها عشان هي اللي متابعني من زمان يعني عارفها. هي كانت بتظهر معايا
على طول في الفيديوهات. اللي هي كانت لابسة بنطلون ازرق وكانت بترقص ام ضفيرة ورا على ظهرها دي، شعرها معمول ضفيرة العسولة القمر دي، الله اكبر عليها، ربنا يحميها ويحفظها يا رب. وكنا في حنة ابن عمي، دي الحنة دي كانت في البيت، يعني البيت لازق في البيت اللي انا ساكنة فيه، تمام. بس الكلام ده كان من حوالي شهر، وانا طبعا ما نزلتش المقطع ده، انا مصورة المقطع ده عشان فيه همسة بس، لكن انا مصورة فيديوهات تانية في القاعة. بس طبعا ما ينفعش ان انا انزلها على القناة، تمام. همسة بس، همسة تخصني انا نزلتها، عشان دي برضو مهما كان هي طفلة، وما كان يعني هي بنت اخويا، يعني ايه، ما صورتش حد كبير يعني ولا حاجة. عايزة اقول لكم بقى على المقطع ده، همسة لما جت ترقص، همسة احنا كنا في اخر الفرح، كنا في اخر الليل خالص، كان خلاص الفرح بيشطب، ما كانش في حد الا احنا وحد بسيط خالص. وهمسة ابوها وعمامها كانوا قاعدين الناحية التانية، في الناحية اللي فيها الرجالة يعني، والحريم في ناحية. همسة تنتها، شفتوا بقى الأدب والاحترام والأخلاق والتربية، تنتها هي نفسها يعني تقوم ترقص زي العيال وتطلع المواهب اللي عندها، بس طبعا هي عاملة احترام لأبوها وعمامها يعني معاها. تنتها ساكتة ساكتة وما صدقت، هم قاموا عمامها وأبوها قاموا مشوا، ودي راحت نازلة ومدياها. مش عايزه اقول لكم بقى على الضحك اللي انا قعدت اضحكه، وبقيت ماسكه نفسي، وامها كمان بقت ملاحظه عليها، تقول لي تصدقي ان هي يا عمتي كانت مستنيه لما ابوها وعمامها يمشوا، كانت محرجه. شفتوا الادب بقى، شفتوا الادب، ودي طفله وعيله لسه، بس عامله حساب لابوها برضو، لإيه؟ لان هو اصلا محرج عليها ان هي تعمل حاجه زي كده، بس هو لما شاف الفيديو قعد يضحك. بيقول لك، بيقول لي انا ما كنتش اتوقع ان همسه يطلع منها كل ده، همسه ترقص الرقص ده، مبقاش مصدق، قاعد يضحك وبقى فرحان ومبسوط، ربنا يحفظهم له يا رب ويخليهم له ويبارك له فيهم. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، ويومنا كالمعتاد طبيخ بسله ورز ولحمه، واشوفكم على خير في فيديو جديد يا احلى اخوات في الدنيا.